في الفيديو ده هنتكلم عن تابتين وهما المنيوز والسيم اديتور. طبعا تركيز الفيديو ده كله هيبقى على المنيوز عشان هي كبيرة شوية. السيم اديتور ده يعني هتبقى حاجة بونص كده مش مهمة قوي، بس برضو لازم نعرفها. ولازم تبقى عارف ان سواء التابة بتاعت السيم اديتور او المنيوز هما يندرجوا تحت الابيرنس تاب. هنروح للداشبورد الجميلة بتاعتنا وهنروح هنا عند الابيرنس وهنروح عند المنيوز، وهنا يبدأ الشرح. أول حاجة لازم نعرف إزاي نكريت أول منيو لينا، وهو في المنيو structure. أول حاجة هنا بيجيب لك المنيو نيم، أنا مثلا هسميها primary menu، المنيو الرئيسية بتاعتنا، وهنا بقول له create menu. هنلاحظ اللي في حاجة قبل طبعا ما نخش في الاد منيو ايتمز، لازم نفهم ايه المنيو سيتنجز. اوتو اد بيج يعني ايه؟ الاوبشن ده يعني نادرا لما هنستعمله بصراحة، وهو بيقول لك اي بيج او اي صفحة انت بتعملها جديدة ضيفها اوتوماتيك في المنيو دي هتبقى كارثة. تمام ليه؟ تعال اقول لك ليه. تعال نروح للموقع بتاعنا. بص هنا في مكتوب سامبل بيج. سامبل بيج دي صفحة الوورد بريس بينزل اوتوماتيك بيها، يعني بتبقى صفحة كده حاجة زي ديمو. تخيل معايا اللي انت عامل موقع، الموقع ده فيه 9 او مثلا نقول 5 صفحات رئيسية. الرئيسية ومن نحن، ومثلا تواصل معنا، والخدمات والمنتجات. مثلا تخيل معايا دول 5 صفحات، والخمس صفحات دول انا عايزهم يظهروا هنا. تمام. تخيل بقى معايا ان غير الخمس صفحات دول في 50 صفحة فرعية. فتخيل اللي انت مخلي في البرايمري منيو هنا دي بتقول له الاوتوماتيك كل ما تضيف صفحة جديدة ضيفها في المنيو دي. فتخيل اللي هنا بدل ما في 5 يبقى في هنا 50، يعني المنيو تقريبا هتبقى واخدة الشاشة كلها. فيعني ال الاوبشن ده كارثي، وهو بيستعمل في بعض الحالات التانية ونبقى يعني نتكلم عليها بعدين. اهم حاجة في المنيو سيتنج وهي الديسبلاي لوكيشن. خلي بالك من حاجه، الديسبلاي لوكيشن دي بتبقى مختلفه على حسب السيم اللي انت بتستعملها. تعالى نشوف الكلام ده عملي. هنفتح هنا السيمز ونخلي مثلا السيم دي بتاعت المدونة الإخبارية، ونروح تاني للمنيوز. بص هتلاقي فيه مفيش أصلا غير برايمري منيو. طب تعالى مثلا نجيب سيم تاني وليكن السيم دي، ونروح هنا للمنيوز تاني، هنلاقي مفيش غير بس مكان واحد اسمه برايمري. فخلي بالك الديسبلاي لوكيشنز او اللوكيشنز بتاعت المنيو هي بتعتمد بشكل اساسي على السيم اللي انت بتستعملها. تعالى هنا نشوف ايه اللي مكتوب. اللي مكتوب هنا فوتر منيو، وهو المنيو اللي بتظهر في الفوتر، بس طبعا احنا مش ضايفينها فمش هتبان. وهنا الهيدر 1 منيو او الهيدر منيو 1 والهيدر منيو 2. هو في هيدر 1 وهيدر 2؟ ايوه، سيم بلوكسي بتوفر لك مكانين للهيدر، وطبعا هنشوف الكلام ده لما نتعمق في الكورس ونستعمل سيم بلوكسي اكتر واكتر. وهنا بلوكسي عامله حاجه لذيذه، اللي انت لو عايز تخلي ان الهيدر منيو او المنيو اللي بتظهر في الديسكتوب او الشاشات الكبيره مختلفة عن اللي بتظهر في الموبايل، فهم موفرين لك الاوبشن ده. اللي انت مثلا عايز تعمل منيو فيها ايتمز مخصوص للموبايل، ومنيو فيها ايتمز مخصوص لباقي الشاشات. تمام. نيجي هنا بقى للاد منيو ايتمز. ايه الكلام ده؟ وقبل ما نخش فيها، لو انت عايز تعمل منيو كمان تقول له هنا كرييت نيو منيو. تعال بس نسيف دي الاول ونقول له هنا كرييت نيو منيو، وتسمي دي مثلا موبايل منيو، ونعمل لها assign للموبايل ونقول له create. حلو كده، احنا بقى عندنا تو menus نعدل عليهم، البرايمري والموبايل. تعالى نرجع للبرايمري تاني. وفي حاجة هنا كمان، اللي انت في الديسبلاي لوكيشن لو انت مخلي او عامل منيو اسمها موبايل منيو، عمل لها assign للموبايل منيو. انا عارف كلمة موبايل منيو اتكررت كتير. هتلاقي اللي هو هنا بيقول لك ايه، اللوكيشن ده معمول له اساين بالموبايل منيو. تعالوا هنا نعمل مثلا البرايمري منيو دي هنخليها للهيدر 1 و 2 ونعمل سيف. حلو. تعالوا بقى ايه نروح للموبايل منيو، هنلاقي هنا بيقول لك الهيدر 1 و 2 الاثنين معمول لهم اساين للبرايمري منيو، يعني عشان ما تتلخبطش مثلا وانت بتعمل اساين، لحسن تعمل اساين واحده على واحده والدنيا ايه تتعك منك. تعال نروح للبرايمري تاني ونبدأ بقى اللي احنا نشوف هنا الصفحات اللي احنا عايزين نضيفها. برضو لازم تبقى عارف حاجة، المنيو ايتمز الاربعة اللي قدامك دول
دي حاجات ديفولت يعني جايه مع الووردبريس كده. انا عايز اقول لك اللي احنا لما نضيف مثلا اضافه زي الووكوميرس هتلاقي هنا في حاجتين جداد اتضافوا: البرودكتس والبرودكتس كاتيجوريز، وممكن حاجه كمان اسمها الان بوينتس او ووكوميرس ان بوينتس. يعني دي حاجه مش هنتعمق فيها قوي. اللي انا يعني عايز اقوله لك ان المنيو ايتمز دي اللي هم الحاجات دي مش ثابتين، بيتغيروا على حسب الموقع اللي انت بتعمله وعلى حسب الاضافات اللي انت ضايفها. بيتغيروا، ممكن يزيدوا اكتر من كده وما بينقصوش عن الاربعة دول. ايه دول؟ لو تلاحظ الورد بريس بينزل بالبوستس والبيجز والكاتيجوريز، اللي هي في البوستس اهي كاتيجوريز، بيبقى عندك التلاتة دول. وهنا في حاجة اسمها كاستم لينك لو انت عايز تضيف لينكات كاستم. تعالى نمسك واحدة واحدة. احنا هنا عندنا في البيجز سامبل بيج بس، ما عندناش غير الهوم والسامبل بيج. خلي بالك الهوم دي صفحة وهمية مش معمولة. احنا لو جينا هنا ورحنا للبيجز هنلاقي ان مفيش حاجة اسمها هوم اصلا. البرايفسي بوليسي دي بتيجي برضو مع الوورد بريس، بتبقى درافت. يعني دي حاجة احنا مش محتاجينها قوي، وطبعا هنتحكم في الحاجات دي كلها لما نروح للفيديو بتاع البيجز. بس يعني اللي انا عايز اقوله لك ان الببلشد، تعال نروح للببلشد هنلاقي السامبل بيج بس. تعال نرجع للمنيوز تاني. حلو. هنا في البرايمري منيو هنقول له اللي احنا مثلا عايزين نضيف السامبل بيج دي. هنا بيبقى عندك موست ريسنت يعني اخر صفحات اتضافت، والفيو اول لو انت عايز تشوف كل الصفحات اللي عندك، وهنا سيرش لو انت عايز تضيف صفحة معينة. وليكن مثلا نكتب سامبل كده، هنلاقي اللي هو هنا جابها لك. في طبعا هنا اوبشن سيلكت اول لو انت عايز تختار كل الصفحات وتعمل لها سيلكت، وتقول له هنا اد تو منيو عشان تضيف منيو واحدة. تمام. نفس الكلام في البوست، احنا عندنا بوست واحد بس. يعني لو جينا هنا للبوست نعمل سيف الاول ورحنا هنا للبوستس هنلاقي اللي مفيش غير بوست واحد بس اسمه هالو وورلد. تعالوا نرجع تاني للمنيوز، وليكن مثلا انا عايز اضيف ده. حلو. والكاستم لينكس يعني هي فكرتها بسيطة. لينك بيوديك لصفحة خارجية، وليكن مثلا انا عايز اللينك ده يوديني ل HTTPS مثلا، نروح لجوجل دوت كوم وهنا نكتب لينك تو جوجل. وممكن هنا مثلا نضيف لينك تاني بيودينا للفيسبوك. تمام. ونقول هنا لينك تو فيسبوك. كده بقى معانا 4 لينكات. وهنا الكاتيجوريز ان كاتيجورايز ده الديفولت كاتيجوري. طبعا هنفهم كل الكلام ده لما نروح للفيديو بتاع البوست، بس وليكن دلوقتي انا هضيفه. تمام. دلوقتي بقى عندي 5 ايتمات في المنيو. تعالوا نعمل سيف منيو ونروح للموقع بتاعنا، هنلاقي المنيوهات اتضافت. لو دوسنا هنا هالو وورلد هيودينا للبوست، لو دوسنا هنا هيودينا للصفحة، لو دوسنا هنا لينك تو جوجل هيودينا لجوجل، وهكذا. في نفس الكلام كله لو دوسنا هنا على الكاتيجوري ده هيودينا الكاتيجوري او الارشيف بيج بتاعته. وبس. دي يعني كانت كل الحاجات البسيطة اللي انت محتاج تعرفها عن المنيو. بس في بقى هنبدأ نخش في حاجات ادفانسد شوية. اكيد في مرة من المرات شفت المنيو اللي هو لما تيجي تشاور مثلا عليه يروح نازل لك 3 حاجات كمان. تعال نعملهم. هنعمل هنا في كاستم لينك، نحط هنا شباك بقى عشان ايه يعني مش عايزين ان احنا نعمل حاجة. ونقول هنا مثلا لينك 1 ولينك 2 وهنا لينك 3. حلو. ونعمل سيف. هتلاحظ ان هنا مفيش اي فرق. بص برضو اتضافوا هنا، انا عاوزهم يتضافوا تحت السامبل بيج. اعمل ايه؟ الموضوع يعني من كتر ما هو سهل انت هتستغرب. هتروح ماسك دي كده دراج، انا عامل لها دراج يعني دايس على الماوس ومش سايبه، وهوديها هنا، وهودي دي هنا، وهودي دي هنا. وكذلك الكلام ده ينطبق على الترتيب. انا مثلا عايز اللينك تو جوجل يبقى قبل اللينك تو فيسبوك، اروح شايله كده وموديه كده. عايز اخلي الانكاتيجورايزد في الاول خالص، اجيبها واديها هنا. يعني بعد ما تخلص كل ده تعمل سيف ونروح هنا عند الموقع، هنلاقي هنا السامبل بيج بقى تحتها
سب منيو. وطبعا بقى ممكن اللي احنا ايه نعمل سب للسب يعني نخلي دي هنا ودي هنا ودي هنا ونعمل ايه سلم كده. بس يعني في اغلب الحالات انت مش هتستعمل اكتر من 3 سب منيو بالكتير قوي. تعالى هنا نعمل ريفرش ونشوف. هنلاقي ان اللينك 1 نزل منه اللينك 2 نزل منه اللينك 3. يعني دي السب منيو باختصار وطريقة ترتيب المنيو للشكل اللي انت عايزه. تعالى بقى نروح لحاجة ادفانسد شوية، ودي يعني نادرا شوية لما هنستعملها بس برضو مهمة لازم تبقى تعرفها. فاكر لما قلتلك في الفيديو بتاع الداشبورد والابديتس اللي دايما هتلاقي فيه سكرين اوبشن وهيلب هنا؟ تعال نشوف بقى السكرين اوبشنز هنا فيها ايه. هنلاقي اللي فيها السكرين اليمنتس، ايه الحاجات اللي هو هنا يظهرها لك من المنيو ايتمز وايه الحاجات اللي مش عاوزه يظهرها لك. هنلاحظ اللي فيه هنا حاجتين احنا ما شفناهمش، اللاندنج بيج والتاجز. التاجز دي هي حاجة جاية من البوستس هنا، واللاندنج بيجز دي جاية من الاليمنتور. دي ممكن ما تلاقيهاش عندك لو انت مش منزل الاليمنتور. يعني لو شفت هنا تمبلت هتلاقي هنا لاندنج بيجز. الفكرة اللي انا عايز اوصلها لك اللي انت ممكن تتحكم من اللي انت عايز تظهرهم هنا وعايز تخفيهم يعني، والكلام ده كله لو انت يعني مش عايز زحمة في الايتمز بتاعت المنيوز. ايه هنا بقى الشو ادفانسد منيو بروبرتيز؟ ايه الكلام ده يعني؟ انا مش فاهم حاجة. فرضا انا عايز اخلي هالو وورلد دي لونها احمر. انا طقت في دماغي دلوقتي وهعمل كده قدامك وهدمج ما بين فيديوهين دلوقتي اللي انا عايز اخلي هالو وورلد دي باللون الاحمر. اعمل ايه؟ بص بقى ركز في اللي انا هعمله. هنروح لهالو وورلد، لازم اللي احنا نبقى مفعلين ال CSS كلاسز الاول عشان لما اجي هنا للهالو وورلد دي وادوس السهم ده هنلاقي المعلومات دي. النافيجيشن ليبل ده معناه ايه؟ ممكن اللي انت تبقى واخد البوست من هنا اصله او اصل اسمه هالو وورلد، بس انا عايز يبقى اسمه هالو بس. ونعمل هنا سيف ونروح للصفحة هنلاقي هنا اسمه هالو بس. بس خلينا نركز على نفس الهدف. انا عايز اخلي كلمة هالو وورلد دي باللون الاحمر. هعمل هنا ايه؟ هقول هنا ريد كولر منيو. حلو. انا دلوقتي اديتها CSS كلاس عشان اعرف اللي انا اتحكم بيه في الاديشنال CSS بتاعت الكستمايزيشن لو انت فاكر الكلام ده. هنعمل هنا سيف للمنيو. طبعا ده انا بس بوريك اللي احنا ممكن نعمله بال CSS او الاديشنال CSS. بس يعني انت مش مطالب ان انت تقلد اللي انا هعمله ده قوي. انا بوريك بس الامكانيات اللي موجودة في الكستمايزيشن. وهنا هنفتح الانسبكت مود وبرضه نفس الكلام ده انت مش مطالب اللي انت تعرف الكلام ده دلوقتي. الكلام ده ليه وقته. هنلاحظ هنا اللي الكلاس اللي احنا ضفناه اهو موجود اسمه ريد كولر منيو. هناخد الكلاس ده كوبي كده وهنلاحظ اللي هو list item تحتيها link item. تمام جميل اوي الكلام ده. تعال نروح هنا ونعمل سيف. وهنعمل ايه؟ هنروح للappearance ونروح هنا للكستمايز لو انت فاكرها، وهنروح هنا للاديشنال CSS ونعمل سيلكت للكلاس ده. نقول لل A او اللينك اللي جواه احنا عايزين نخلي اللون بتاعه احمر. ممكن لو ما اتغيرش معاك تديله الامبورتنت ميثود عشان يغير اللون غصب عن السين نفسها، وتقول له هنا ببلش. ونرجع هنا للموقع بتاعنا هنلاقي اللي هي لونها بقى احمر. وطبعا نفس الكلام ده ممكن نعمله في باقي اللينكات. يعني دي كانت حاجة بسيطة بوريك بيها ايه لازمة مثلا اللي احنا يبقى عندنا additional CSS classes في المنيو. وباقي الحاجات يعني من رأيي انت مش محتاج اللي انت تعرفها. التايتل اتريبيوت واللينك تارجت واللينك ريليشن شيب والكلام ده كله يعني كلام ادفانسد قوي انت مش هتحتاجه خالص. او يعني هنستعمله نادرا قوي لما نحتاج اللي احنا نستعمله. بس كشكل عام ده اللي انت كنت محتاج تعرفه عن المنيوز. نيجي لحاجة بونص وهي حاجة أخيرة وهي السيم فايل اديتور. ايه السيم فايل اديتور دي؟ تعال نروح لها كده ونشوف في ايه في السيم فايل اديتور. حلو. بص يعني انا حتى ما احتجتش اللي انا احذرك اصلا، هو الورد بريس نفسه بيحذرك. هنا بيقول لك هيدز اب. ملخص كل الكلام اللي بيقوله لك ده ايه هو؟ السيم فايل اديتور دي هو بيديك
اكسس اللي انت تغير في اكواد السيم المصدرية او الكود نفسه بتاع السيم. دي حاجة في منتهى الخطورة. ليه في منتهى الخطورة؟ تعال اوريك ليه. هي حاجة ممكن اللي هي تخرب الدنيا كلها. هنقول له هنا I understand مثلا فين سيم فانكشنز. هنروح لملف السيم فانكشنز ونعمل ايه؟ نستنى يحمل. نروح بس. تخيل بس انا هعمل ايه. شايف السيمي كولون الصغيرة دي؟ انا هشيلها بس، ونقول له هنا ابديت فايل. تعالى كده نروح هناك. هنا بيقول لك your PHP code change was not applied. بيقول لك انت بتعك، انت عملت مشكلة اللي انت شلت السيمي كولون. السيمي كولون دي عملت كارثة في الكود كله، فهو مش هيطبق التعديل اللي انت قلته ده عشان هو عارف اللي انت هتبوظ الدنيا. وطبعا التعديل ده لو كان اتعمل، لو كنا جينا هنا في السيم وعملنا ريفرش، كنا هنلاقي ان الويب سايت فيها مشكلة، الويب سايت داون، فيه مشكلة في ملف الفانكشنز دوت بي اتش بي. طبعا دي لغة البي اتش بي، دي اللغة اللي الورد بريس بيستعملها. فالمكان ده مكان خطير، يعني ما تلجألوش الا لو انت حد فاهم قوي وقاري في الدوكيومنتيشن قوي وعارف البيس اوف كود اللي انت هتضيفه او ايه اللي انت هتغيره هنا. عشان صدقني السيمي كولون ده، بص احنا شلنا بس سيمي كولون، ما بالك لو شلت كود ايه اللي ممكن يحصل. الدنيا اتعكت. فالمكان ده ما تلجألوش غير وانت فاهم ايه اللي انت هتعمله بالظبط. وبس كده، ده كل اللي انت كنت محتاج تعرفه في فيديو النهاردة عن ازاي اللي انت تعمل منيوز، وازاي اللي انت تعدلها، وازاي اللي انت تضيف فيها حاجات وتشيل فيها حاجات. وعرفنا ازاي نعدل في السيم اديتور. طبعا يعني يا رب محدش يعدل فيه خالص عشان هو تعديلاته كارثية. ومستنيك في الفيديو اللي بعده.